في فايده المؤسسه المصريه، فايده القلعه الرياضيه المصريه 1911، نادي الوطنيه المصريه. ادوا الناس فرصه تتنفس، ادوا الناس فرصه انها تقف على رجليها. انما هنجري ورا واحد زي ده، زي ده انتوا عارفين هو مين، وعارفين بيعمل ايه، وعارفين انه هيموت يا عيني، اتبهدل بهدله، معزول. كاتب ايه؟ انه اخر رئيس لنادي الزمالك منتخب، واخد لقب مرسي، ونهايته هتبقى زي مرسي بالظبط، ما يفرقش عنه كتير. وعامل لنا بقى بيان انه دخل الحمام وحط الورق مش عارف فين. انتوا من امتى بتمسح بالورق ده يا مرتضى؟ ده انت اللي قايل اهو، من امتى بتمسح بورق زي ده في البتاع؟ دي لغه؟ ده حد حضراتكم توقفوا النادي وتوقفوا ارضه علشان تشوفوا البلاغ بتاعه؟ مين وزه؟ مين واقف وراه؟ يا جماعه احنا الروح الرياضيه في البلد ليها قواعد، ليها اصول، ليها عمليات تخلي العلاقات بين الانديه محترمه. حط نفسك قدام اي مواطن زملكاوي النهارده. انا انبسطت لما جم قالوا ايه، وخدوا ارض كمان في التجمع. ناخد ارض في التجمع ونستثمر الارض بتاعت اكتوبر ونعمل ونعمر. احنا خلاص كنا اتفقنا وكان في ناس دخلت وعندنا الورق بتاعنا وبنقول ان المده بتاعتنا لسه موجوده وعندنا وقت. انما سيبك من كل ده، سيبك من كل ده. الحكمه فوق العدل، الحكمه فوق العدل. انما هنقعد ورا كلام ويجي ايه؟ صحفي متطرف. في صحفيين تافهين، في صحفيين تافهين وفشلوا في حياتهم ومحدش شافه واتركن وبتاع، فقرر يولع في نادي الزمالك. عايز يبان بقى، عايز يبان، عايز يعمل اي حاجه. ده متطرف، متطرف. يا جماعه الرياضه تسامح، الرياضه اخلاق، الرياضه هو ايه اللي جرالنا؟ ايه اللي جرالنا؟ فين الروح الرياضيه وفين الكلام وفين بتاع؟ نادي الزمالك محتاج ان هو ياخد الارض، الارض دي روح الزمالك. الناس متمسكه بالارض دي. حسسهم يا اخي ان هم مش مظلومين، حسسهم لا يا عم ما تزعلش، حصل خير، انت ما بتتظلمش. هو اصل نادي الزمالك مش ناقص الاحساس ده، مش ناقصه ان هو بيتظلم وانه في حاجات ولا في حاجات ولا محتاجات. انما في حد حكيم في البلد، حد رشيد في البلد، حد ما يقفش مع المتطرف ولا مع المجنون، ما يقفش مع الانحياز الرياضي وما يقفش مع القذاره والسفاله. حد يقف مع الرياضه، حد يقف مع السماحه. مرتضى منصور فكره يجب ان تموت، يجب ان تموت، وانا وراه. وشفتوني قبل كده، انتوا عارفيني مجنون بقى. اي حد يقول لك يا عم مالهاش دعوه، اصل ده ايه؟ في قانون في البلد ولا مفيش؟ مش في قانون في البلد؟ احنا عايزين القانون يمشي. ارجوكم يا جماعه خدوا بالحكمه، خدوا. كنت سعيد لما قريت انه الاجتماع اللي مع السيد وزير الاسكان كان ايجابيا. خد كل ضماناتك، حط لهم ورقه وقلم، قول لهم يا جماعه احنا عايزين حضراتكم تعملوا 1 2 3. احنا ليه مش ملناش نصيب ان يبقى عندنا نادي واثنين زي النادي الاهلي؟ بسم الله ما شاء الله، الاهلي اداره محترمه. انما احنا للاسف جات لنا اداره 10 12 سنه سوداء، سنين سوداء، لا خدنا بطولات ولا خدنا حاجه. وراجل كان ديكتاتور رايح جاي في هو وعياله بالميكروفون بالحديده في النادي، حاسسها عزبه لغايه اما خلصنا منه هو وعياله ورحل. المعزول رحل، راح في 60 داهيه. النادي يتنفس، النادي يجيب بص في الورق. والنهارده النادي الحمد لله شرب بريل 36 بلاغ. قال لك بقى احنا مش هنسمح بهذا الابتزاز. خلاص بقى، قال لك اصل مش عايزين نخش في خناقات، مش عايزين نعمل ايه. انما انا بطلب من كل الحكماء في البلد، نادي الزمالك نادي انسوا ان انا زملكاوي. على فكره الموضوع بالنسبه لي ابعد من كده بكتير، لا زمالك ولا اهلي ولا هناخد الدوري ولا اللعيب الجديد اللي جه ولا البينالتي، كل ده كلام فارغ. انا عجبني كلام وزير الرياضه اما قال نحن نتعامل مع مؤسسات رياضيه. والزمالك طبعا مؤسسه رياضيه محترمه، طبعا مربيه للاجيال، طبعا بتلعب بطولات في العاب كثيره، طبعا الارض دي هتفرق في كره القدم وفي الزمالك وفي استثماراته، طبعا